يا أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن موضوع يقدر حرفيا يغير حياتك: القلب، العضلة اللي شغالة ليل ونهار من غير ما نطلب منها، واللي للأسف ناس كتير بتفوق متأخر جدا لما يحصل مشكلة. قبل ما نبدأ، لو انت مهتم بصحتك وحابب تعيش أطول وبصحة أحسن، اشترك في القناة دلوقتي. الفيديو ده اتعمل مخصوص علشان ينقذك وينقذ اللي بتحبهم. صدقني، الحلقة دي من أهم الحلقات اللي هتشوفها. هنعرف مع بعض إزاي نحمي نفسنا من أخطر الأمراض اللي بقت سبب رئيسي للوفيات في العالم. يلا بينا نبدأ. أولاً، يعني إيه جلطة قلبية وإزاي بتحصل؟ الجلطة القلبية ببساطة بتحصل لما جزء من عضلة القلب يبطل يوصله دم. ليه؟ لأن الشريان اللي بيغذيه اتقفل، غالباً بسبب جلطات أو تراكم دهون على شكل بلاك. النقطة المهمة هنا إن القلب من غير دم وأكسجين يبدأ يموت، وللأسف الموضوع بيحصل أسرع مما تتخيل. الدهون اللي بتتراكم جوه الشرايين على مدار سنين هي الجاني الأول. بنسمي ده تصلب الشرايين، ومع الوقت الشريان يبقى ضيق، ولما يحصل انسداد كامل تحصل الجلطة. ثانياً، أعراض الجلطة اللي محدش لازم يتجاهلها. مش شرط الألم يكون شديد، ساعات بيكون بسيط جداً، لكن من أهم العلامات ضغط أو وجع في منتصف الصدر، ألم ممتد للكتف، الظهر، الفك، إحساس بالاختناق أو حرقان، دوخة، غثيان، عرق بارد، ضيق تنفس. والمفاجأة، الستات كتير ما بيجيلهاش وجع صدر، بيجيلهم تعب مفاجئ، قلة نوم، إحساس قلق، حرقان في المعدة، نهجان، وده بيخليهم يتأخروا في طلب المساعدة. ثالثاً، التصرف الصح عند حدوث الأعراض. طلع عليك عرض من اللي قلناه، ما تفكرش، اتصل بالإسعاف فوراً. ما تسوقش، ما تجربش تستحمل، كل دقيقة بتفرق وبتقلل الضرر. اقعد في وضع مريح وافتح قميصك، ولو عندك أسبرين وبتاخده أصلاً خد قرص، ولو لا قدر الله كنت لوحدك اتصل بالإسعاف الأول، بعدين حاول تحافظ على نفسك لحد ما يوصلوا. رابعاً، مضاعفات خطيرة للجلطة، وليه لازم نتفاداها من الأساس. بعد الجلطة ممكن يحصل مشاكل كبيرة زي فشل القلب، لخبطة ضربات القلب، صدمة قلبية وده أخطرها، جلطة في الرئة، تمدد في جدار القلب. وفي مضاعفات غريبة زي متلازمة القلب المكسور اللي بتحصل من صدمة عاطفية قوية وبتشبه الجلطة جداً. خامساً، عوامل الخطر اللي احنا بنفسنا بنعملها. خليني أقولها بصراحة، في عوامل مش بإيدينا زي الوراثة والسن، لكن الأغلب بإيدينا جدا: السمنة، الأكل السيء، التدخين، قلة الحركة، السكر والضغط، الكوليسترول العالي، التوتر الدائم، الكحول الزائد. الحقيقة إن أسلوب حياتك يقدر ينقذك أو يدمرك، والقلب بيكره الكسل والأكل المعلب، ويعشق الحركة والأكل الطبيعي. سادساً، إزاي تمنع الجلطات وتحافظ على قلب قوي طبيعياً؟ 1. الأكل السليم. رجل: الجسم زي العربية، لو حطيت له وقود مغشوش هيتبهدل. لازم نقلل جداً من الأكل المعلب، الدهون المحولة، السكريات، الزيوت الرخيصة والملح الصناعي. وندخل مكانهم خضار وفواكه طازة، بروتين نظيف، دهون صحية زي الأفوكادو والزيتون والمكسرات. ملح بحري طبيعي بدل الملح الأبيض. 2. الرياضة. الجري الطويل مش دايما مفيد، والأحسن تمارين قصيرة عالية الشدة مع راحة وسطها، زي 3 دقايق مشي ودقيقة مشي سريع، وكرر. وتخصص تمارين للعضلات الأساسية زي السكوات والضغط، مهم جداً لأنها بتحسن كفاءة القلب والجسم كله. 3. تقليل التوتر. التوتر يساوي ضغط، والضغط يساوي جلطات. أحداث كبيرة في حياتك ممكن تضاعف خطر الجلطة بشكل كبير. وهنا يجي دور التأمل، التنفس العميق، اليوجا، تنظيم النوم. كل ده بيقلل هرمونات الضغط اللي بتدمر القلب ببطء. 4. البيئة الصحية. هواء ملوث، مياه ملوثة، بيئة مليانة دخان، كلها بتزود التهابات الجسم وتضرب القلب. تحاول تقضي وقت أكتر في أماكن هواها نظيف، وقلل استخدام المنظفات المعطرة والمواد الكيميائية في البيت. 5. المكملات المهمة. في مكملات مفيدة لو جسمك ناقصها: أوميجا 3،
فيتامين سي، فيتامينات بي، معادن زي المغنيسيوم والبوتاسيوم. ومهم جدا اختيار جودتهم لأن المكمل الرديء أسوأ من مفيش. 6. السوبر فودز للقلب. اسمع القائمة دي وحاول تدخلها في أكلك: الرمان، الأفوكادو، القرفة، الكركم، البروكلي، الشاي الأخضر، التوت البري، السبيونينا. دي مش أكل وبس، دي وقاية صريحة من الجلطات. الخاتمة: دعوة للاشتراك. لو وصلت لحد هنا فأنت فعلا مهتم بصحتك، وده شيء أحترمه جدا. حافظ على قلبك لأنه كنز مش هيتعوض. ولو عايز يوصلك كل فيديو جديد بننزله، اشترك دلوقتي وفعل الجرس، لأن عندنا حاجات كتير هتفرق معاك في صحتك وطريقة حياتك. شوفكم في فيديو جديد، وخلي قلبك دايما قوي.